ازاي تلم الدراسات في يومين قبل الامتحان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا والله. طبعا لان في طلاب كتير جدا واقعه في الدراسات ومش عارفه تلموا ازاي وخايفين جدا منه، عشان كده عملت لكم الفيديو ده النهارده. وبصراحه هو اكتر فيديو اتطلب مني الفتره دي، وهقول لكم باذن الله على افضل طريقتين تلموا بيها الدراسات قبل الامتحان وتضمنوا درجته باذن الله. قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول لكم اني لسه يا دوبك راجعه من الامتحان، يا دوبك بس نمت شويه وصحيت والله العظيم عشان اعمل الفيديو حتى ما اكلتش والله العظيم، بس ده كله يهون باذن الله عشان انتوا تستفيدوا وتلموا المنهج. فيا ريت تدعموا الفيديو ده بلايك وتكتبوا لي في الكومنتات كومنتات جميله جدا، لانها بتحفزني اعمل فيديوز كتير ليكم. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تشوفوا بقيه الفيديوز. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. وطبعا زي ما انتم عارفين الدراسات ماده حفظ واسئلتها كلها بتيجي مقالي، يعني اللي هتحفظه باذن الله هتمتحن فيه من غير لف ولا دوران. ولكن في ناس كتير جدا عندها مشكله في الحفظ او بيتوه ومش بيعرف يثبت المعلومات وبينسى اللي حفظه. عشان كده النهارده احنا هنمشي على طريقه معينه للحفظ والمراجعه الفتره دي. واول حاجه معانا النهارده وهي التاريخ. طبعا التاريخ عاوزك تحفظه كقصه بكل احداثها وتفاصيلها عشان تعرف تثبت المعلومات بتاعته. وكمان اسئلته ومحتواه سهله جدا انها تتحفظ، وهيبقى اسهل لو انت مشيت على الطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه معانا وهي الكشكول والكتاب اللي هنذاكر منه، اي مصدر يلم لك الدنيا. وانصح جدا بكتاب الامتحان، لان كتاب الامتحان مختصر وبيوضح الدروس بطريقه جميله جدا ومبسطه. تاني خطوه معانا وهي انك هتبدا تجيب صفحه بيضاء من الكشكول ده، واول كشكول على طول هتقسم الصفحه لثلاث اقسام. اول قسم او اول جزء في الصفحه هتكتب فيه الحاجات اللي انت واقع فيها قوي وما تعرفش عنها اي حاجه، عشان دي هي الدروس اللي هتديها الاولويه الاكبر وهتبدا بيها في المذاكره. واكتب كل حاجه حتى لو كان عددهم كبير جدا. تاني قسم في الصفحه هنبدا نكتب فيه الدروس اللي هي سهله شويه، او انت مذاكرها نص نص، او حتى عندك فكره عنها، او كنت مذاكرها قبل كده ومحتاج بس تراجع عليها شويه. وما تقلقش باذن الله كله هيتراجع عليه بالطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي. ثالث قسم في الورقه وهي هتكتب فيه الحاجات اللي انت ذاكرتها خلاص وسهله معاك، اللي هي مثلا دروس ممكن تكون قراتها مره واحده بس وتكون راجعت عليها، يعني مش هتحتاج تتحفظ من اول وجديد. وبعد ما نقسم منهج التاريخ بالشكل ده هنبدا الاول بالدروس اللي احنا ما نعرفش عنها اي حاجه وصعبه معانا جدا، او الدروس اللي احنا باختصار مش عارفين فيها اي معلومه. طريقه مذاكرتك هتكون عامله ازاي بقى؟ اولا هتقرا درس قراءه شامله كامله بحيث ان انت تاخد فكره عامه على الدرس وترتب كمان افكارك. بعدين تبدا تحفظ الدرس جزء جزء وبالتكرار بالصوت لحد ما يثبت الجزء معاك، وتتاكد ان انت حفظته كويس جدا، وتبدا تسمع لنفسك جزئيه لحد ما تعرف وتتاكد انك حفظت الدرس كويس جدا والمعلومات بدات تثبت معاك اخيرا. اما بالنسبه للناس اللي بتذاكر بالكتابه فانا حابه اقولك ان الكتابه هتضيع وقتك الفتره دي. الصوت هينجزك في المواد كلها، خاصه المواد النظريه اللي زي الدراسات، لانه بيحتاج يتحفظ جدا جدا لدرجه انك تكون ركر كده ورا بعضه. تاني حاجه فاكرين الكشكول اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو؟ الكشكول اللي كتبنا فيه كل الدروس وقسمناها، ده هيكون معاك وانت بتذاكر كل درس في الملف، لانك كل ما تذاكر درس هتلخصه على هيئه اسئله. هتكتب عنوان الدرس في اول الصفحه وبعدين تبدا بكتابه اسئله كل جزء في الدرس. اول جزئيه مثلا بتتكلم عن سقوط الدوله العثمانيه، انا بدي امثله وخلاص عشوائيه. مثلا هتقول سين 1 سبب سقوط الدوله العثمانيه، سين 2 اسباب فشل مثلا الحمله الفرنسيه. اي اسئله قدامك في الدرس تقسم الدرس على هيئه اسئله عشان تعرف تذاكره بعد كده. تاني حاجه مهمه هي ان الكشكول ده اسئله وبس، يعني مش هتقعد تكتب الاجابه تحت كل سؤال. ليه بقى؟ لاني عاوزاك بس تكتب الاسئله، لان الاسئله دي هي اللي هتكون المرجع اللي هتراجع منه عن طريق اسئله شامله على المنهج. وكده كده مش هتحتاج تكتب الاجوبه تحت الاسئله، لانه كده كده هيضيع وقتك على الفاضي. انت بس محتاج تشوف الاسئله وتسمع لنفسك او تشوف انت حافظ الدرس ده ولا لا. ولو عطلت معاك ونسيت اي سؤال هتلاقي اجابته في الدرس اللي انت بتراجع عليه. ارجع تاني للدرس وراجع الجزئيه اللي انت بتراجع عليها كويس جدا، وبعدين ارجع تاني سمع السؤال لنفسك وهتلاقي نفسك باذن الله عرفت الاجابه. كده الموضوع سهل وبسيط جدا، وهتعرف تلم التاريخ باسهل وابسط طريقه شفتها في حياتك. كمان مش هيخرج عن ايدك اي سؤال في الامتحان غير لما تكون عارف اجابته ايه وعارف السؤال ده جاي من الجزئيه النهائيه. وكده الكشكول ده هيكون كده سهل لك الدنيا، وباذن الله الاسئله اللي هتكون في الكشكول ده هي اللي هيجي في الامتحان زيها. بعد ما تراجع كل درس حل عليه اسئله الدرس من الكتاب الاساسي لانها مفيده جدا جدا، وبعدها على طول ابدا حل امتحانات محافظات شامله. ولو نسيت اي جزئيه ارجع تاني راجع عليها من الكتاب. كده على الرجوع دايما لاي جزئيه انتوا نسيتوها عشان ما يكونش عندكم احباط او يأس وان انتوا مثلا ما تكملوش. لا، ارجع تاني شوف الجزئيه اللي واقفه عليك وراجعها كويس، وباذن الله ربنا هييسر لك امور. تاني طريقه معانا في الفيديو وهي انك تبدا تسمع فيديوهات شرح كامل من اليوتيوب، وباذن الله الفيديوهات دي هتراجع لك على التاريخ كامل وكذلك الجغرافيا. عندك مثلا قناه زي قناه مستر عطا زكي شحاته، دي بقى هتلاقي عليها كميه شرح كبيره جدا لكل الدروس، وكمان مراجعات نهائيه وحل امتحانات شامله. انت هتبدا تجيب الشرح من على القناه وبعدين تسمعه، وبعدها على طول تبدا تذاكر الدرس او الوحده، وبعد ما تخلص تبدا تحل اسئله عليها. ولو عطلت معاك ارجع حل اسئله تاني او ارجع تراجع نفس الجزئيه، وما تتوتروش لان لسه في وقت لحد اخر لحظه قبل الامتحان. بالنسبه للشرح اللي هتسمعه من على اليوتيوب يا ريت بس ما تضيعش وقتك وتنزل الشرح من اليوتيوب عشان تقدر تبعد عن التشتت وما تضيعش وقتنا عشان نلحق نلم الدنيا. يومين بس يقدروا يغيروا كل حاجه في كل المواد، صدقوني استعينوا بس بالله وابدأوا. ان الايام دي هي اكتر ايام بتفرق في مجموع اي حد، سواء في ثالثه اعدادي او في ثالثه ثانوي او حتى في الجامعه. ايام الامتحانات بالذات هي اللي بتفرق في النتيجه. فيا ريت نبعد عن السوشيال ميديا في الفتره دي ونبعد عن التليفونات باكبر قدر ممكن، وان احنا بس نخصص وقت
معين نفتح فيه عشان بس نشوف الحاجات المهمه. اما بالنسبه للجغرافيا فالجغرافيا عاوزه فهم كتير وحل كتير جدا، والتركيز على المقارنات وعلى الخرائط وعلى كل بلد ايه اللي بيميزها وايه اللي موجود فيها وايه اللي مش موجود في البلاد التانية. طبعا هنجيب نفس الورقه ونعمل نفس التقسيمه للجغرافيا زي ما عملنا للتاريخ، ونبدا نقسم الجغرافيا بقى على اساس الدروس الصعبه اللي احنا ما فتحناهاش او ما ذاكرناش فيها حاجه، ودي هتكون الدروس اللي ليها الاولويه الاكبر وهنبدا بيها الاول. وطبعا التقسيمه الثانيه والثالثه اللي هي الدروس السهله اللي احنا ما ذاكرناش فيها لجزء معين، والدروس اللي هي سهله خالص محتاجه بس ان احنا نراجع عليها مراجعه سريعه وهتثبت في مخنا من غير اي حاجه. والمره دي كمان هنستعين بالكشكول بتاعنا، بس المره دي هنكتب فيه الملاحظات والاسئله وكمان الملاحظات والتريكات اللي هيجي منها نقط في الامتحان. وطبعا هنكتب الاسئله المره دي باجوبتها عكس التاريخ، لان التاريخ فيه لك كتير زي ما احنا عارفين، لكن الجغرافيا مختصره، بس احنا عاوزين بس نكتب الاسئله المهمه فيها والحاجات اللي هي بتوقعنا. وطبعا هنبدا نكتب الحاجات اللي احنا بنتلخبط فيها في كل درس ونركز عليها جدا. بالنسبه بقى للخرايط فهي بتتحفظ بالنظر، فلازم تركز جدا على الخرايط بعينك الفتره دي، وتتدرب اكتر من مره بالصوت وان انت تبص للخريطه تعرف الاماكن بتاعت الدول فين، وتعرف مكان كل بلد وكذلك اللي بيميزها عن غيرها، عشان ممكن يسالك سؤال مقالي ويقول لك مثلا امامك دوله مثلا من اكثر الدول انتاج للبن، من الاسئله اللي ممكن يجيبها لك على نفس الوتيره ويشاور مثلا على الخريطه، فانت لازم تحفظ اللي يميز كل دوله. شوف شرح كتير جدا للجغرافيا من على قناه مستر عادل زكي شحاته، الشرح هيسهل عليك الحفظ جدا، والحل الكتير زي ما قلت لكم هيسهل عليكم الدنيا في الدراسات بشكل عام، سواء بقى جغرافيا او تاريخ، فدول اسهل طريقتين هتلمي بيهم الدراسات وكمان تقفله. ومعظم الطلبه بتجيب 20 من 20 وتقفل الدراسات، فما تخافش من الدراسات واشتغل عليه الفتره دي لو انت ضعيف فيه، وباذن الله هتقفله وتجيب 20 من 20 فيه. ابداوا وسيبوا الباقي على ربنا واستعينوا بالله، وافتكروا انكم ملزمين بالسعي بس مش بالنتيجه، النتيجه دي من عند ربنا، وربنا يكرمكم يا رب ويوفقكم وييسر لكم اموركم جميعا. وبس كده، لو وصلتم لحد هنا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم وتعرفوا تلموا الدراسات قبل الامتحان، ولو عاوزين اي ماده هتلاقوا فيديوز ليا على القناه. قولوا لي في الكومنتات عاوزين فيديوهات عن ايه كمان الفتره اللي جايه، واشتركوا بالقناه عشان تشوفوا كل الفيديوز اول ما تنزل، وما تنسوش تعملوا لايك تقديرا للفيديو لان ده بيفرق معايا جدا وبيشجعني اعمل فيديوز اكتر، لان مجهودي كده بيوصل لاكبر عدد وبيتشاف. لو حبيتوا الفيديو وحبيتوا القناه يا ريت تشيروا الفيديو مع اصدقائكم، وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.